بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء أحبابي، أهلا بكم. حسن شاكوش فوجئنا الآن بحاجة غريبة جدا حصلت. حسن شاكوش من يومين مراته من فرحتها بيه ومن ثقتها فيه ومن فخرها بيه سجدت لله شكرا إن ربنا رزقها بزوج صالح زي حسن شاكوش، وكلنا شفنا الفرح بتاعهم والرقص والمهرجانات وكل الكلام ده. الآن حسن شاكوش ضرب مراته، طردها، استولى على المنقولات الزوجية، وكمان استولى على الذهب بتاعها، وكمان مش كده بس، طردها من المنزل الخاص بها وبيهددها تهديدات مش كويسة. هو الفكرة في ايه؟ يعني الفكرة في ايه؟ الفكرة يا بنات يا أولياء أمور، مش ما بنتك تيجي تقول لك انا عايزه شخص او عايزه فلان تسمع كلامها علشان البنت بتحبه وبتموت فيه، انت اللي هتتعك في الاخر وهي تتضرر. هي مش فاهمه حاجه. حسن شاكوش انت رايح تجوزها لواحد مين؟ والد زوجته دي مغني شعبي بلطجي سرسجي، كل اغانيه كلماتها تافهه جدا. ده مش عريس الهنا، ده مش عريس الهنا. وكان متوقع ان حسن شاكوش بالماضي بتاعه ده بلطجي. انت جوزتها لها ليه؟ راحت اشتكته في المحكمه النهارده. طب احنا بنعمل الغلط وبنعمل الكارثه وبنعمل المصيبه وبعد كده نبدا نشوف الحل ليه؟ طب ما من البدايه كل واحد يختار لبنته الزوج الصالح. ليه جوزها لواحد بلطجي؟ من حسن شاكوش بني ادم كل كلمات اغانيه فيها خمور وحشيش وكلمات سافله جدا مش كويسه. اكيد ده حياته عاش عليها وهيطبقها على مراته. مش متوقع ان هو عشان معاه فلوس بنتك هتعيش سعيده معاه. السعاده مش بالفلوس. اختار لبنتك الزوج الصالح اللي يعرف ربنا ويتقي الله فيها. ماشي. رساله لجميع الاباء، رساله لجميع الامهات، رساله للبنات. ما تتخدعيش بالمظاهر، ما تتخدعيش بالشهرة. انت اتخدعت فيه ان هو مشهور وان هو مغني وان هو كذا وان هو كذا. في النهاية ايه اللي حصل؟ طردك وشوف عمل فيك ايه. رسالة: اختاروا ازواجكم بناء على العامل الديني والعيلة المحترمة. لان لو عنده دين وعنده هيكون عنده اخلاق هيتقي الله فيها، حتى لو كرهها هيتقي الله فيها. انما طردها، استولى على المنقولات الزوجيه بتاعتها، اخذ شبكتها، اخذ القايمه، اخذ عقد الزواج بيننا وبين محاكم طويله عريضه.